مرحبا بكم يا عشاق الخضر. المونديال على الأبواب، ومحاربو الصحراء مستعدون لكتابة التاريخ من جديد في ملاعب أمريكا، حيث وضعتنا القرعة في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، الأردن، والنمسا. البداية ستكون بقمة المباريات واختبار حقيقي أمام حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني يوم الأربعاء 17 من جوان 2026 في تمام 2 صباحا بتوقيت الجزائر على ملعب آروهيد في كانساس سيتي. ورغم التوقيت المتأخر فالسهر مضمون من أجل الخضر. وفي الجولة الثانية سنكون على موعد مع ديربي عربي خالص بملامح مونديالية أمام النشامة منتخب الأردن يوم الثلاثاء 23 من جوان 2026 في تمام 4 صباحا بتوقيت الجزائر على ملعب ليفايز ستاديوم في سانتا كلارا بكاليفورنيا. وهي مواجهة لا تقبل القسمة على 2 لضمان العبور. أما مسك الختام ومباراة الحسم فستكون أمام المنتخب النمساوي العنيد يوم الأحد 28 من جوان 2026 في تمام 3 صباحا بتوقيت الجزائر، مع العودة مجددا إلى ملعب آروهيد في كانساس سيتي. المواجهة التي قد تعيد لنا أمجاد مونديال 2014 وتأهل تاريخي جديد. الكتيبة الوطنية قادرة على رفع التحدي وإسعادنا. فما هي توقعاتكم لترتيب الخضر في هذه المجموعة؟ شاركونا في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو باللايك والاشتراك.